السلام عليكم. النهارده هعمل لكم الارانب بطريقه سهله وسريعه وفيها شويه حركات وتكات. لو مشيتي عليها هتاخدي احلى ارانب. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على رسول الله. انا غسلت الارانب كويس قوي وبعد كده جبت ميه غليتها، ولما غليت نزلت الارانب فيها تاخد غلوه واحده بس. وبعد كده بشيل الارانب، بصفيها خالص من الميه دي واشيلها، والميه دي انا برميها، انا مش عايزاها، واغسلها كويس جدا عشان ابطل عملية التسوية. وبعد كده احط زيت واحط الارانب، يا دوبك الزيت يسخن مش يغلي. انا ما بحمرهاش، انا هديها بس تقلبتين في الزيت مع البصل والحبهان والورق اللورا. بنزل كل الارانب مع الكبدة وابتدي اقلبها تقلبتين 3. انا ما بحمرهاش، دي بتفرق في الطعم جدا الخطوة دي. وبعد كده بنزل عليها بالمية واسيبها عشان تتسلق. بحط معلقة سكر وبحط فلفل اسود، ما بحطش الملح دلوقتي خالص، واقلب وابتدي اغطي عليها لغاية لما تستوي. وبعد كده اجيب الشوكة اشوف استوت، بشيلها وبتاخدي احلى شوربة منها. وانتظروني الجزء التاني عشان نعمل الملوخية والارانب. سلام عليكم.